عايزك تسألي نفسك، هل الشخص اللي موجود في حياتك لما بيبدأ إنه يختفي انت بتعملي ايه؟ ردة فعلك بتكون عاملة ازاي؟ هل مثلا بتبدأي انك اول حد بيصلح العلاقة؟ هل انت اول حد بيبادر طول الوقت؟ هل اول حد بيطارد طول الوقت؟ اول حد بيجري ورا الشخص ده طول الوقت؟ لو كانت الاجابة انا اللي بعمل كل ده في كل مرة اول ما بيحصل خلاف بيني وبين الشخص ده، فانت كده لازم تكوني فاهمة انك بترسلي للشخص اللي موجود في حياتك ان انا مضمونة ومش قادرة اعيش من غيرك، وانا مهما عملت فيا انا ما اقدرش ابعد عنك. وبالتالي برضه بتقولي للشخص ده انا خايف اخسرك. والعقل بتاع الراجل او العقل البشري عامه لما يبدا يفكر فعلا ان الانسان اللي موجوده في حياته خايفه انها تخسره، بيبدا يتعامل معاها باسلوب انها مضمونه بالنسبه له، فيبدا يحس انه صاحب القوه، يبدا يحس ان هو صاحب القرار، يبدا يتحكم في كل زمام العلاقه بينك وبين الشخص ده. فالصح دايما بما انك ما غلطتيش فيه وما عملتيش حاجه تزعله، فدايما حاولي على قد ما تقدري انك ما تدوريش عليه وما تجريش وراه وما تبعتيش رسائل او ما تحاوليش تصلحي في العلاقه. سيبيه هو يصلح مره، سيبيه هو يفكر مره، سيبيه هو يبادر مره، سيبيه هو يجري وراك مره، عشان يبدا يحس انك مش سهله بالنسبه له. لما تبداي تعملي كده بيبدا يسال نفسه هي اتغيرت ليه؟ في حد تاني في حياتها ولا ايه؟ ايه اللي خلاها تعمل معايا كده؟ ايه اللي خلاها تتغير بالشكل ده؟ هي كانت طول الوقت بتجري ورايا، هي طول الوقت كانت بتبادر، هي طول الوقت كانت بتصلح. فيبدأ يصحى عنده مشاعر نفسية قوية جدا. المشاعر دي لما بتبدأ تصحى بتبدأ تخليه يبادر، بتبدأ تخليه يخاف يخسرك، بتلاقيه هو اللي يتصل، هو اللي بيبادر، هو اللي بيبعت رسائل كتير جدا. فلازم تطمني ان الشخص ده لو بيحبك هيتحرك وهيسأل وهيجري وهيصلح وهيعمل حاجات كتير جدا كويسة لو بيحبك. أما لو كان انجذابه سريع، أما لو كان بيدور على الإشباع فقط، أما لو كان بيدور على إنه يعدي يومين معاكي فقط لا غير، فالعلاقة بالنسبة له هتكون خلاص انتهت. الأسلوب ده هيكشف الشخص ده على حقيقته، وبالتالي هتكوني أنقذت نفسك من شخص كان ممكن يدمرك نفسيا لو كنت اتعلقت بيه أكتر من كده.